واش مطيشه عباد الله ندخلوها في هذا الشيء هذا؟ واش مطيشه ديالنا غتدخلوها لي في هذه المشاكل؟ ياك المحروقات ما هضرناش عليها حيت قلنا كتجينا من دول اخرى وكاينه حروب وكاين تضخم وكاين يلاه سيدي ما صرتناها حنا اكل الدهر عليها وشرب المحروقات وامور اخرى، ولكن تنوصلوا المطيشه والبطاطا والبصله لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. بطاطنا هذه بطاطنا ومطيشتنا هذه وبصلتنا هذه والماء ديالنا والبذور ديالنا والاسمنت ديالنا، وغادي يعيش ب 2000 درهم، غادي يشري البصله 17 درهم. البصله كنتجوها في المغرب ما كنستوردوهاش. غادي يشري مطيشه ب 12 درهم كنتجوها في المغرب، غادي يشري البطاطا بنفس الثمن. وراه عيب وعار اننا في المغرب نكونوا مازال كنشريو هذا الشيء. هذه واحد الحمد لله اللي كاين البرلمان بعدا، والحمد لله اللي كاينه الندوه الصحفيه. اما كان ما كانش البرلمان وكاين اللجان البرلمانيه ما غنسمعوا حتى شي تصريح ديال شي وزير. كان ما كان في السوق الوطنيه ويتمتع المواطن بالخضره ديال بلادو ويشري مطيشه ب 3 دراهم، لان هادشي باش غادي توصل ولا غلات غتوصل ل 5 ديال الدراهم، والبصله غادي يشريها ب 5 دراهم ولا ب 4 دراهم، كيشري لهم 17 درهم. واش عباد الله الواحد كيعرق النهار كله ويضرب تماره ويمكن يصور 50 درهم ولا 60 درهم وتمشي عند مول البطاطا ومطيشه والبصله تساليها؟ يا ريت كان ما تواصلش احسن، لما توصلش الحكومه يكون احسن، حيت الا كانت غادي تواصل هذاك التواصل اللي كيدير الناطق الرسمي باسم الحكومه، هذاك التواصل المستفز، هذاك في الحقيقه قلت كيف قلت قبيله مليت الكلام في هذا الموضوع هذا، لانه هذا الموضوع وصلنا فيه للميوعه، وصلنا فيه للبساله، كل شيء كيهضر في هذا الموضوع لانه كيمس كل شيء، كيمس المواطنين كلهم. يعني حتى اللي قادر يشري هذه المواد الاساسيه الغذائيه حيت عنده الامكانيه، حيت خدام وعنده الاجر ديالو كيسمح، ولكن كيحس بهذاك الاخر كيوصلوا السلبي ديال الشخص الاخر اللي كيعاني، كيوصلوا المعاناه ديال الشخص الاخر، كتوصلوا الصرخه ديال الشخص الاخر. ف مده وحنا تنطلبوا من الحكومه انها تخرج تواصل. يا ريت كان ما تواصلش احسن، لما توصلش الحكومه يكون احسن، حيت الا كانت غادي تواصل هذاك التواصل اللي كيدير الناطق الرسمي باسم الحكومه، هذاك التواصل المستفز، هذاك التواصل شنو نسميه، شنو نقول فيه استخفاف، فيه لا مبالاه بالوضعيه ديال المواطن، فيه لا مسؤوليه ديال المواطن، ديال الاحساس ديال الوضعيه، الخطوره ديال الوضعيه اللي كنعيشوها، ديال المعاناه. واش المسؤول العمومي يتكلم بهذه الطريقه هذه؟ واش المسؤول العمومي ملي يكون كيهضر على هذا الموضوع اللي كيمس 90 80% باش ما نبالغش 80% ديال المغاربه، حيت شكون هو هاد 80% المغاربه؟ هما اللي ما خدامينش، عندنا 10% ديال البطاله، وهذوك اللي فلتوا من البطاله واشتغلوا ما عرفتش شحال النسبه المئويه ديالهم، ولكن غتكون مهمه، اللي كيشدوا 1500 درهم و2000 درهم وكيشتغل 12 ساعه هو واقف، ماشي غير الامن الخاص باش ما نمشيش بعيد، وعاد البناء، المجال ديال البناء والنسيج كاع اللي هو غير مصرح به راه مكرفس كيشد 1500 درهم. اذا كاين اللي ما خدامش وكاين اللي كيشد 1500 درهم و2000 درهم وعنده 3 ديال الاشخاص ولا 4 في الدار، ويمكن تكون عنده امه متكفل بها ويمكن اختو، وغادي يعيش ب 2000 درهم، غادي يشري البصله ب 17 درهم. البصله كنتجوها في المغرب ما كنستوردوهاش. غادي يشري مطيشه ب 12 درهم كنتجوها في المغرب، غادي يشري البطاطا بنفس الثمن. وراه عيب وعار اننا في المغرب نكونوا مازال كنشريو هذا الشيء. هذه واحد الحمد لله اللي كاين البرلمان بعدا، والحمد لله اللي كاينه الندوه الصحفيه. اما كان ما كانش البرلمان وكاين اللجان البرلمانيه ما غنسمعوا حتى شي تصريح ديال شي وزير. كان ما كانش الندوه الصحفيه ما غيخرجش الناطق الرسمي باسم الحكومه يتكلم مع المواطنين. اذا ما غنعرفوا حتى حاجه، غنشوفوا الحكومه كاينه والمواطنين تيتكرفسوا في هذا الغلاء ديال المعيشه، وما كاينش اللي غادي يشرح لهم ولا يقول لهم شنو هو السبب، ولا يقول لهم انا حاس بكم، ولا راني فاهمكم، ولا راني كنجري وكنخدم وكندير وكنقاسي حتى انا وكنتكرفس باش ندير لكم. ما كاينش هادشي كله. اذا في اللجنه البرلمانيه خرجت وزيره الماليه قالت لهم في الايام الاولى د رمضان غادي تهبط الاسعار. قبل هذه 15 يوم، هذه شهر، الناطق الرسمي باسم الحكومه قال لهم في غضون اسابيع، والاسابيع تعد بهذه الطريقه، ملي تنكونوا اسبوعين او 3 او اكثر رحنا في غضون اسابيع. اذا قبل رمضان بشهر قال في غضون اسابيع، وجاتنا طويله، جاتنا بزاف.
وقلت الحكومه خصها تقول في غضون ايام السويعات غادي نرجعوا الاثمنه كيف كانت. فاذا بينا رحنا اليوم في الاسبوع الاول ديال رمضان كنتهيو منه شهر وشهرين قبل وهي الاسعار بهذا الثمن وما كاين حتى شي تغيير. الان السيد الناطق الرسمي بالرئيس الحكومه تيقول لهم المضاربين، تيتكلم مع الصحافه في الندوه الصحفيه قال لهم المضاربين كتعرفوهم وريهم لي. واش حنا اللي خصنا نعرفوا المضاربين؟ الصحافه اللي خصها تعرف المضاربين. بعدا كنهني واحد الصحفي شاب اللي جا عنده قال له ها الاثمنه ديال الخضر شحال دايره في السوق ديال الجمله، وجاب له التوصيل وقال له هاد التواصل نطبعوا عليهم وفي 4 الصباح نط. هذا هو هذه هي المهنيه اللي كنسميها في الصحافه. ماشي يجي يقول له شي كلام ويجي الناطق الرسمي بالحكومه يفند الكلام ديالو بسرعه. فجاب الاثبات ديالو قال له ها بشحال. وشنو كان الرد؟ قالوا له كتعرفوا المضاربين وريوهم لنا. حنا المواطنين غادي نجيو عند الحكومه بكل الاليات ديالها والصلاحيات ديالها والوسائل اللي عندها والامكانيات اللي عندها، غادي نقول لها اجي نوريك دار خالتي، اجي امي نوريك دار خالتي. اش هاد لا كتعرفوا المضاربين اجي وريهم لنا. راه الا اقتضى الحال الحكومه خصها تحجز في الضيعات، تمشي تهز مطيشه وتحجزها من اجل المنفعه العامه، تحجزها ودير المسطره ديال الحجز وتعطي للسيد ثمنه وتاخذ بعين الاعتبار في الثمن الاسمنت اللي شراو والبذور اللي شراو والمسائل اللي خسر عليها كلها ويعطيه الثمن وتقبط هي داك الخضر وتحطها في السوق المغربيه في السوق الوطنيه ويتمتع المواطن بالخضره ديال بلادو ويشري مطيشه ب3 دراهم لان هادشي باش غادي توصل ولا غلات غتوصل ل 5 ديال الدراهم والبصله غادي يشريها ب 5 دراهم ولا ب 4 دراهم كيشري لهم 17 درهم. واش عيب الله الواحد كيعرق النهار كله يضرب تماره ويمكن يصور 50 درهم ولا 60 درهم وتمشي عند مول البطاطا ومطيشه والبصله تساليها وباش تخلص الكرا وباش تخلص الماء وباش تخلص الضوء وباش تخلص الدراري المدرسه وباش تخلص الكتوبه وباش الا مرض لك شي واحد وباش تصاوب اتاي وباش تشري السكر هادشي كله ما كاينش. وقولوا لنا اللي حنا كنديروا الشعبويه كنهضروا باسلوب ديال هذا الاسلوب هذا هو اللي هذا هو اللي كيحس به المواطن، هذا هو اللي كيعيش به المواطن. فانتم المسؤولون راه خصكم تكونوا انتم اللي يعني ما تحسوا بالمواطن، ماشي كتحسوا يعني كتنشف الغضب والتعب والمعاناه ديال المواطن وتعطيهم انت الامان ايها المسؤول وتقول لهم انا التدابير اللي كنديرها هي غادي تعطينا نتائج. ولكن ملي كنقولوا دابا ملي تخرج وزيره الماليه تقول الكلام وما يتحققش والناطق الرسمي بالحكومه يقول لك بعد الاجتماع ديال الحكومه من بعد اسابيع غادي يتحل هذا المشكل وما يتحققش، باش كي غادي نكيفوا هذا الكلام؟ واش نكيفوه بالكذب؟ واش نكيفوه بالنفاق؟ واش نكيفوه باللا كفاءه؟ واش نكيفوه بالاستخفاف؟ واش نكيفوه باللا احساس بالمعاناه ديال المواطن؟ كي غندير التكييف نديروا التكييف لهذا وتجي وتقول لنا راه المطيشه كدير 9 ديال الاورو في الدول الاوروبيه، على الدول الاوروبيه عندها نفس الحد الادنى اللي كاين الاجر الادنى اللي كياخذ المواطن، على الدول الاوروبيه عندنا نفس النسبه المئويه ديال البطاله، على نفس القدره الشرائيه اللي عند هذوك الناس. ماشي هذاك اللي في اوروبا الا مشينا قبطنا غير دول قريبه راه عنده النقل العمومي في المستوى، عنده الصحه في المستوى وما كيخلص حتى ريال فيها، وعنده الامور الاخرى القدره الشرائيه في واحد المستوى معين اللي حتى هو تيعاني. ولكن راه كنعانيو كلنا في المسائل اللي تكون عندها علاقه بالمستوى الدولي. واش مطيشه عباد الله ندخلوها في هذا الشيء هذا؟ واش مطيشه ديالنا غندخلوها ليه في هذه المشاكل؟ ياك المحروقات ما هضرناش عليها حيت قلنا كتجينا من دول اخرى وكاينه حروب وكاين تضخم وكاين يلاه سيدي ما صرتناها حنا اكل الدهر عليها وشرب المحروقات وامور اخرى. ولكن تنصر المطيشه والبطاطا والبصله لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. بطاطنا هذه بطاطنا ومطيشتنا هذه وبصلتنا هذه والماء ديالنا والبذور ديالنا والاسمنت ديالنا وهذه في بلادنا ونقبط انا ونخرج وما نعرفهاش فين مشات، ما نعرفها كي دارت خرجات، حتى نلقاها في اوروبا كتباع والمغرب نقص عنده النقص ولا نهبطوا لدول اخرى في افريقيا. حتى يكون الاكتفاء ديالنا، حتى نشبع المواطن، حتى يكون المواطن مرتاح. ولكن واخا هكاك المواطن راه شبعان، حنا شبعانين بالنفس. اذا ما كانتش النفس عندكم علينا حنا شبعنا، النفس ديالنا مشبعانا. اذا المضاربين راكم عارفينهم والعمل اللي خصكم تقوموا به راكم عارفينه. ماشي لجان المراقبه دكتور. فليس الخطا، ليس العيب في الخطا،
ولكن العيب في أن يتمادى الإنسان في خطئه. إذن لا تعطيونا كلام عقيم، كلام لا جدوى منه، وعود لا تحترم. الله يجازيكم بخير، ما تهضروش معنا.